يعني احنا بناكل علشان متوترين او زعلانين. عمرك رجعتي من الشغل وانت متعصبة ومتضايقة لقيتي نفسك بتفتحي التلاجة وبتاكلي كل الاكل اللي فيها؟ طب عمرك اتخانقتي مع المدير بتاعك ودخلتي اوضتك وفتحتي شوكولاتايه كبيرة وكلتيها؟ طب مرة كنت قاعدة زهقانة مش عارفة تعملي ايه عملتي اوردر؟ الحقيقة كل الحكاية عبارة عن ايموشنال ايتنج. يعني ايه ايموشنال ايتنج؟ يعني احنا بناكل علشان متوترين او زعلانين. العقل او بعض مراكز في المخ بتدي اشاره بتقول لنا انتوا محتاجين طاقه، يعني محتاجين اكل. والحقيقه ده فولس. الحقيقه ان احنا بنكون بنواجه العصبيه وبنواجه التوتر وبنواجه الملل بالاكل. الحقيقه ده شيء مهم جدا بيؤدي الى ان احنا وزننا يزيد، ولما وزننا يزيد بنكتئب، ولما بنكتئب بنبقى حاسين بالجلد او شعور بالذنب. علشان كده احنا هنتكلم على الايموشنال ايتنج، اسبابه، ازاي نتخلص منه، هل في علاجات ليه ولا لا.